وقرينته وحكمه هو القتل كما هو معلوم، ولا يخرج من ذلك إلا كما هو رأي بعض العلماء بل كثير من العلماء إلا بالاستتابة، فيحبس 3 فإن تاب فبها وإلا قتل، إذ أن كل من خرج عن دين الإسلام فإن دمه حلال كما هو معلوم معروف، فإن الأصل في الكفار حل دمهم، فما ذلك ما ارتد، إذ الذين ارتدوا عن دين الإسلام شأنهم في الكفر أشد وأخطر. فلذلك يوجد رأس من رؤوس الصوفية الخزنوية عليهم إلى الله ما يستحقون، يوجد رأس من رؤوسهم الآن سيعلن توبته وبراءته مما قد سودت يداه ومما قد نطقت به شفتاه وعملت رجلاه ويداه ونحو ذلك، فسيتوب إلى الله جل وعلا حتى يعلم من وراءه، وما أكثرهم للأسف الشديد، حتى يعلموا أنهم إذا أظهروا شيئا مما يعتقدونه ورب الكعبة إنه سينالهم عقاب شديد في الدنيا فضلا عن عقاب رب العالمين الذي هو أشد وأبقى، نسأل الله العفو والعافية. فيوجد هذا الرجل المسمى بالملا صالح، وهو إذا الآن سيتوب إلى الله جل وعلا فيصرح بتوبته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، إني أريد أن أبين وضعي سابقا ووضعي لاحقا، فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسابقا كنت ضالا، تعلمت ما هو شرك من البيئة التي تعلمت فيها، وهي عائلة الشيخ الخزنوي كالمعروف التابع للقامشلي منذ 10 سنين، وأخذت